البنات مش هم الوحيدين اللي عندهم اضطرابات شديدة في الأكل، وده لأن حوالي 1 من كل 4 أشخاص بيعانوا من اضطرابات في الأكل هم من الذكور. اتصدمت مش كده؟ أنا ياسمين عبد الحليم ودي منصة سلامي. انتشار اضطرابات الأكل بدأت تزيد والمعدل بيرتفع بناء على دراسة عملتها المجلة الأمريكية لصحة الرجال، وهو إن في أكتر من 10 مليون ولد وراجل بيعانوا من اضطراب الأكل في حياتهم، والمفروض يعتبر يعني إن دي من الدول المتقدمة. اعتقاد ان اضطرابات الاكل بتاثر في المقام الاول على النساء ده اعتقاد خاطئ، وده لان الرجاله مش دايما بيكون عندهم الشجاعه انهم يطلبوا المساعده، وده بسبب مشاعر الخجل اللي بيحسوا بيها لما بيعترفوا بده. بس اللي حصل مع زين مالك كان غير كده. زين مالك كان من أشهر المغنيين في فرقة وان دايركشن، واللي ظهر مرة في لقاء صحفي وقال الناس مش بتصدق إن المشاكل بتأثر على الرجالة وحاطينهم في صورة معينة مش عايزينهم يخرجوا منها، بس أنا قررت أخرج منها وأتكلم عن معاناتي مع اضطرابات الأكل. اضطرابات الأكل كانت هي السبب في تغيير وزني وشكلي وتدهور صحتي الجسدية والنفسية لما كنت في وان دايركشن. والمفاجأة اللي زين قالها في اللقاء إنه كان بيقعد أيام كتير من غير أكل خالص عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يسيطر عليها في حياته، وإن أي حاجة تانية كانت خارجة عن سيطرته. اللي حكاه زين مالك ده يعرفنا إيه؟ إن الحكاية مش بالمظاهر ولا ليها علاقة براجل أو ست، كلنا بنعاني بس مش كلنا بنتكلم، وإن الرجالة زي الستات ممكن معاناة حد تزيد عن التاني في موضوع معين، لكن في النهاية الكل بيعاني يا صديقي. من قديم الأزل والبنات والنساء بيواجهوا ضغوط كبيرة جدا عليهم علشان يحققوا المثالية العظمى لأجسادهم وشكلهم. في استطلاع رأي من فترة عملته منصة فيسبوك إن وسائل التواصل الاجتماعي بتأثر بالسلب على صورتنا لجسمنا، بالأخص عند الفتيات المراهقة. لكن مش عايزة أصدمك، البنات مش هم الوحيدين اللي عندهم اضطرابات شديدة في الأكل، وده لأن حوالي 1 من كل 4 أشخاص بيعانوا من اضطرابات في الأكل هم من الذكور. اتصدمت مش كده؟ انتشار اضطرابات الأكل بدأت تزيد والمعدل بيرتفع بناء على دراسة عملتها المجلة الأمريكية لصحة الرجال، وهو إن في أكتر من 10 مليون ولد وراجل بيعانوا من اضطراب الأكل في حياتهم، والمفروض يعتبر يعني إن دي من الدول المتقدمة. اعتقاد ان اضطرابات الاكل بتاثر في المقام الاول على النساء ده اعتقاد خاطئ، وده لان الرجاله مش دايما بيكون عندهم الشجاعه انهم يطلبوا المساعده، وده بسبب مشاعر الخجل اللي بيحسوا بيها لما بيعترفوا بده، سواء لشخص متخصص او حتى لحد من اهلهم او صحابهم. اضطرابات الأكل عند البنات عادة بتبقى النقاشات كلها حوالين فقدان الوزن، لكن في معظم الأحيان عند الرجالة الموضوع بيبقى العكس. دكتور جيسون ناجاتا الأستاذ المساعد في طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وهو بيشرح اضطرابات الأكل للمراهقين، قال إن أول أعراض بتيجي في بالنا لما بنتكلم عن اضطرابات الأكل بتبقى كلها عن فقدان الوزن أو الصيام لفترات طويلة أو حتى القيء المتعمد بعد الأكل. لكن الموضوع مختلف تماما عند الرجالة، وده لأنهم طول الوقت بيسعوا إن يبقى عندهم عضلات ويبقى شكلهم ضخم، وده بيأثر على سلوك بعض الرجالة في اتباعهم لنظام غذائي صعب جدا وممارسة الرياضة بشكل غير صحي، ده طبعا غير تعاطي بعضهم للمنشطات الغير صحية. تفتكر ايه اللي بيخلي شخص هو حرفيا ما فيهوش اي مشكله يفكر دايما انه عنده مشكله؟ صور المودلز الرجاله اللي ماليه الانستجرام اللي عندهم عضلات ضخمه واجسام عريضه وشكل مش طبيعي بتخلي الشخص يفتكر ان هو ده الجسم الصح والمثالي، بس الحقيقه انك عمرك ما هتوصل للشكل ده الا عن طريق المنشطات الغير مصرح بيها والغير صحيه. الشعور بالعار او بالخجل هو من اكتر الاسباب اللي بتخلي الرجاله اقل ميل انهم يطلبوا العلاج، او حتى انهم زي ما قلت لك يعترفوا ان في مشكله فعلا في نظامهم الغذائي او لياقتهم البدنيه في العموم. جوزيف جولدبرج 21 سنه كان بيعاني من فقدان الشهيه، وبعدها جاله شره مرضي وافراط في ممارسه الرياضه. قبل التعافي قال ان السوشيال ميديا كانت هي العامل الاساسي في اضطرابات الاكل اللي كان بيعاني منها، وقال كمان انه كان بيتاثر بشكل كبير بالناس المهتمه بجسمها واللي عندها لياقه بدنيه عاليه، وازاي كان بيتابعهم بهوس وهم بيتكلموا عن نمط حياتهم ورشاقتهم. للاسف الذكوره السامه والاعتقاد الدائم ان الراجل مش بيعاني من مشاكل وان صباح الفل يعني ايه اللي هيحصل له، ما هو زي الاسد قدامك اهو، دي حاجه قادره ان هي تخلق راجل قنبله موقوته مش هيأذي بيها حد غير نفسه وصحته.
إنك تقدر تلاقي مسمى للي انت بتمر بيه وحاسس بيه وزيادة الوعي حواليك أمر مهم جدا، وإنك كمان تعرف إن في رجالة كتير زيك عندهم تجارب مماثلة يمكن تكون جزء كبير من التعافي اللي بتسعى ليه. اضطرابات الأكل عند الرجالة بيكون في معظم الأحوال بسبب معايير الرجولة الغير واقعية واللي بيفرضها عليه شوية عوامل فردية زي القلق من شكل جسمك، أو عوامل في العلاقات زي رأي أهلك وصحابك في شكلك، أو حتى عوامل بيئية زي السوشيال ميديا والتلفزيون. فلو عايز فعلا تساعد نفسك ولو بشكل بسيط، حاول تبعد عن البيئة اللي بتسبب لك ضغط نفسي بالشكل ده، وهنقدر نعتبر إنها أول خطوة فعلا في التعافي. أنا ياسمين عبد الحليم، ودي منصة سلامي اللي منها ببعت سلامي لكل القلوب اللي بتتمنى الشفاء والنفوس اللي بتدور على الكمال.